استثمر في الذهب علشان هو الحصان الكسبان في 2024. نصيحة سمعناها كتير الفترة الأخيرة، بس المشكلة إن كتير مش بيكونوا حابين يحطوا كل السيولة اللي معاهم في الذهب، لأنه استثمار عايز صبر لمدة طويلة. هقولك تعمل إيه، بس الأول أنا أحمد عامر وده علم الجيب. أول حاجة هي إنك لما تشتري الذهب بهدف الادخار، ابعد عن المشغولات الذهبية، الزينة، وركز في شراء السبائك والجنيهات. تاني حاجة لما اشتري من شركات موثوقة، وتحديدا تجيب الذهب اللي متغلف ومختوم بالعيار بتاعها، وما تنساش تاخد الفاتورة وتحتفظ بيها. طيب تعرف منين الشركات المضمونة؟ ادخل على الموقع الرسمي بتاع شعبة الذهب وهتلاقيهم حاطين اسماء الشركات دي. تالت حاجة انك تشتري الجنيهات او السبائك الصغيرة عشان تعرف تسيلها بسهولة وقت ما تحتاج، وما تبقاش مضطر تبيع سبيكة كيلو او نص كيلو وانت اصلا محتاج قيمة ما يوازي مثلا سبيكة 10 جرام. رابع حاجة تساعدك انك تستفيد من الذهب هو انك تروح للاتجاه الجديد، وهو صناديق الذهب، وده هيسهل عليك حاجات كتير، منها انك مش هتكون معرض للسرقة مثلا، او ان السبيكة تضيع، او انك تشتري ذهب بلدي مش مضمون. صندوق الذهب الوحيد اللي معتمد لغاية دلوقتي في مصر هو ايزد جولد، وتقدر تستثمر فيه عن طريق شركات سمسارة الأوراق المالية. قول لي في الكومنتس، هل جربت صندوق الذهب ولا مش بتحب تجرب حاجة جديدة والأفضل ليك إنك تشتري الذهب في إيدك؟